بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. المغترب في نظر البعض بيكونوا شايفينه إنسان سعيد جدا، مرتاح جدا، وشايفينه ممكن يكون من أغنى الناس ماديا وأموره كلها ميسرة وسهلة. والحقيقة اللي بيشوف المغترب أو المهاجر بالشكل ده بيغفل عن كتير من الهموم والمشاكل والعقبات اللي بيمر بيها المغترب وهو لوحده. والحقيقة بتقابله حاجات كتير بتنغص عليه حياته، بتنغص عليه نومه بالليل، وبيبقى دايما حاسس بقلق وبخوف. بيبقى خايف على مستقبله اللي هيعيشه كله في الغربة. أنا هفضل على طول في الغربة، على أولاده اللي ممكن يكونوا ما يعرفوش وطنهم الأم، ولا شافوه، ولا حسوا بدفء العائلة ولا دفء الوطن. بتمر السنين والسنين والسنين على المغترب، بيتجوز وبيخلف وبيكون عنده أبناء وعنده أحفاد وعيلته بتكبر، وبيكون مواطن في البلد اللي موجود فيها، وكتير جدا بيحصل على جنسية البلد اللي هو عايش فيها، وبيبدأ يندمج معاهم. ما بيصبحش بقى مغترب في نظرهم، أصبح مواطن منهم، ولكن يبقى في نظرنا إحنا إنه هو مغترب ومهاجر. بتمر عليه تحديات كتير جدا، مهما كان اندمج معاهم ومهما عاش ومهما خد الجنسية، بتظل فيه بعض التحديات المهمة جدا واللي بتضايق جدا جدا المغترب، وخصوصا المرأة المسلمة، السيدة المسلمة أو البنت المسلمة. تحديات كبيرة زي تحديات ثقافية، تحديات دينية، تحديات في المعاملات، ازاي تتعامل أصلا معاهم في مجتمع بعيد كل البعد عن دينها، عاداتها، تقاليدها. حديثنا النهاردة بإذن الله تعالى بالأخص عن التحديات اللي بتواجه المرأة المسلمة في الغرب وكيف تتغلب عليها. إن شاء الله هنعرف إيه هي وإزاي تتغلب عليها مع ضيفتنا الأستاذة حنان محمد صالح، الكاتبة والناشطة الحقوقية. السلام عليكم يا أستاذة حنان، وأهلا ومرحبا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا أستاذة ندى، ويسعدني أهلا أني وسهلا. أشارككم في هذا الموضوع الطيب. أهلا ومرحبا حضرتك. بداية قبل ما نتكلم ونذكر بعض التحديات وإزاي نتغلب عليها كنساء في الغربة وكامرأة مسلمة في الغربة، خليني أبدأ مع حضرتك الأول ونشوف على أي بلاد بيطلق مصطلح الغرب أو البلاد الغربية. طبعا مصطلح البلاد الغربية جغرافيا لو أخذناه هي الدول التي تقع في غرب أوروبا والولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا. هذا جغرافيا. لكن من ناحية المجال السياسي والثقافي مختلف في هذه الدول، حتى تعتمد على الليبرالية، الرأسمالية، حقوق الإنسان والحرية. طبعا حقوق الإنسان هذه ما بين قوسين حقوق الإنسان حسب مفهومهم هم، أي إنسان، يعني مو الكل سواسية. طبعا هي مصطلحات يطلق عليها، لكن لهم قيم مختلفة وثقافة مختلفة. يعني زي ما قلت غرب أوروبا كمان، لأن شرق أوروبا ثقافتهم غير، وسط وشرق أوروبا ثقافتهم غير، وفي اختلاف كبير. تمام. طيب، هل بالضرورة يا أستاذة حنان إن بلاد الغرب أو كما نسميه إحنا الغربة لما يكون موجود فيها امرأة مسلمة، هل بالضرورة لازم يكون في تحديات، لازم يكون في عقبات، ولا ممكن الحياة تمشي سهلة وميسرة في الغربة وأمورها تكون تمام، ما عندهاش أي مشاكل ولا تحديات؟ هو الحقيقة إن نحن اللي عايشينها سواء في بلادنا ولا في بلاد الغربة في أي مكان لها صعوبات وإشكاليات. يعني ما في حياة سهلة وسلسة بشكل عام. لكن ربما تكون هذه التحديات أقل في حال واحدة، إنه أولا نحن لازم نعرف المرأة ذي إيش سبب تواجدها في هذا البلد.
هل هي ذهبت دراسة للعمل فترة معينة ومن ثم تعود، أو إنه هجرة ولجوء واستقرار هناك. فهي لازم تفهم الأسباب اللي هي راحت بسببها لهذه البلاد. طيب وتكون واعية، لأنه إذا حاولت تفهم سبب تواجدها وكيف إنها تعيش في هذا المجتمع، في 3 طرق: يا إما انصهار أو انعزال أو اندماج بطريقة عقلانية. الانصهار هو الانبهار والانخراط في بلاد الغرب، وإنه الغرب يعطي حقوقي كامرأة، وإن أنا حنطلق في هذا المجتمع وكل شيء، ومجتمعي وطبع بطباعهم وأخذ عاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم. كأنه خلفيتي كانت إيش؟ صفر، وإنه بداية الحقيقية حتكون هنا. هذا الانصهار. إذا العزلة في اللي بيخاف هذا المجتمع فينعزل، ما هي فاهمة القوانين، ما هي فاهمة الحقوق، المجتمعات كيف، هذا المجتمع كيف تفكيره، تنعزل في مجتمع من مجتمعها حسب الخلفية اللي هي جات منها، حسب البلد اللي هي جات منه. ممكن بس تكتفي بهذا المجتمع وتقول لا ما أبغى اندمج معهم. أو إذا فهمنا صح، دام إنك أنت عايش إن شاء الله لفترة قصيرة أو طويلة في هذا المجتمع، أول شيء لازم يكون عندك وعي، خلفيتك أنت عارف، معتز بالخلفية اللي أنت جيتها عرقيا دينيا بجميع القيم اللي عندك، وتحاول تندمج في هذا المجتمع، تعرف لغته، تفكيره، قيمه، قوانينه، ويكون عندك سلاسة. فهذه الحالة هتكون تستطيع المرأة أنها تعيش في هذا المجتمعات بتحدي أقل وسلاسة إلى حد ما. ممتاز. طيب خلينا نتكلم بشكل عام يا أستاذة حنان عن أبرز التحديات اللي بتواجه المرأة المسلمة في بلاد الغرب. نتكلم عنها بشكل عام ونسردها، ثم فيما بعد نتكلم بشكل تفصيلي عن كل تحدي. طيب أول شيء لازم نعمل تعريف لكلمة التحدي. كلمة تحدي إيش معناته؟ إنه لغويا المجابهة أو المواجهة، إنك تواجه الشيء حتى تصل إلى الهدف اللي أنت أو اللي أنت تبغاه. أوكي؟ هذا هو كلمة التحدي. طيب حتى أصل لذا الهدف في أمور كثيرة حتواجهني. كيف إني أواجه هذه التحديات؟ يعني طبعا لما أقول لك تحديات عندك عشان توصل لهدفك، إذن أول شيء لازم يكون عندك هدف. مو عايشين والسلام إنه باللي تيجي على حسب تصرفاتنا ولا خططنا تكون إيش ردات فعل. لا، لازم أول شيء إننا نرتب حياتنا، وكيف إنه سبحان الله الحمد لله كمسلمين نحن عارفين إنه هدفنا والغاية الأساسية هي الآخرة والجنة. فهذه الدنيا نعرف إنه عايشين فيها فترة قصيرة. هذه الفترة القصيرة كيف نعيشها بطريقة صحيحة؟ فنقدر نتعامل مع هذه التحديات. أول شيء عندك ربما هي التحديات اللي بشكل عام تحديات نفسية، إنك تجي من بيئة خاصة بيئة شرقية عندنا نحن في بلادنا، اللي عندنا الجمعات، اللقاءات والحنين الأسري والاجتماعي، وتجي في مجتمع مختلفة جدا في بلاد الغرب، خاصة إن نحن مثلا في شمال أوروبا. طيب أستاذة حنان بعد إذنك هنتوقف ونعيد من أول التحديات النفسية، لأن الإنترنت قطع عند حضرتك جامد وما كانتش مظبوطة، فابدأي تاني من أول التحديات النفسية. من التحديات النفسية أبدأ. دي كانت الجملة من بدايتها بدأ الإنترنت يقطع. شفتها. أيوة. تمام اتفضلي. طيب
إذا تكلمنا ممكن نقول أول التحديات اللي تواجهها المرأة هي التحديات النفسية، الانتقال من مجتمع إلى مجتمع آخر، خاصة نحن المجتمعات الشرقية عندنا الترابط الأسري، العلاقات الاجتماعية الواسعة، البيئة السهلة إنه فيها احترام وتقدير لدور المرأة وحدودها، في عندك حدود وحواجز أو إذا صح التعبير في حدود إنك الآخر كيف يتعامل، في قواعد محددة ما ينفعش إن إحنا نتخطاها أو خطوط وحقوق، وفي أمور يعني حتى طريقة التعاطي مع المرأة مختلفة. فهنا جاية أنت في مجتمع مختلف قيم غير، فأنت حتلاقي صعوبة إنك تحاولي تتكيف مع هذا المجتمع. أول شيء ثاني شيء عندنا مثلا الأجواء الجوية في شمال أوروبا هنا برد شديد، فهذا كمان صعوبة. في البعض إنه يتسبب لهم اكتئاب يعني وحالة نفسية سيئة. بالضبط. في ناس جو الغيوم والشتاء المستمر والتلج والجو ده بيعمل للناس كتير حالة نفسية مش كويسة، اكتئاب، خصوصا ما فيش شمس، فيتامين د مش موجود، فنقصه في الجسم كمان بيعمل اكتئاب. وهذه في حالات كثيرة يعني إلين الواحدة إلين تفهم إيش الأسباب اللي بتخلي نفسيتها سيئة، هل هو من الجو أو هو من البيئة، تعيش في حالة صعبة جدا. ففي أمور كثيرة تخلي إيش تحديات نفسية لها. إذا فهمتها زي ما قلت، إذا كان نقص فيتامين دي فهي تقدر تأخذ الفيتامين وتتحسن نفسيتها. إذا كان مثلا مشتاقة لأحد وكذا، دحين وسائل التواصل الاجتماعي نفس الشيء سهلت الموضوع، إنها تدور على مجتمعات وهكذا تقدر تتغلب عليه حبة. طيب عندنا تحديات نفس الشيء ثقافية. القيم الغربية تختلف عن القيم اللي هي جات منها. جميع القيم ربما تتشابه بحيث أنه في قيم عالمية الكل يعرفها، الصدق، الصراحة، الأمانة والأشياء دي يعني الكل ممكن يتفق عليها، لكن في أمور تكون مختلفة عننا قصدي. طيب عندنا تحديات دينية، وهذا مهمة إنه كامرأة أول شيء الحجاب، اللبس الإسلامي سواء كان حجاب أو نقاب إسلامي مو كل المجتمعات اللي تتقبلها. الصلوات، العبادات والأشياء دي مو في أي مكان تقدر إنها تمارسها بسهولة زي ما كانت في بلادها. فهذه تحديات موجودة. بالإضافة عندك تحديات اجتماعية زي ما قلنا الترابط الأسري والمجتمع غير، تحديات في فهم. يعني هو المجتمع الغربي عموما معتمد على الفردية، ونحن جايين من مجتمعات إيش نعيش عن طريق مجموعات. بالضبط. طيب احنا اتكلمنا مع حضرتك عن أكتر من تحدي، يعني اتكلمنا عن التحديات النفسية والثقافية والدينية والعديد من التحديات. خلينا نتكلم بشكل تفصيلي كبداية عن التحديات الدينية، وهي من أبرز وأهم التحديات اللي بتتعرض ليها المرأة المسلمة في الغرب. خلينا نتكلم عنها مع حضرتك بشكل تفصيلي يا أستاذة حنان. تمام. التحديات لو الدينية، لو جينا مثلا الثقافة الغربية وإن كانت خلفيتها مسيحية، لكن زي ما قلنا في العصر الحديث والسياسة الثقافية الآن أكثرها علمانية إلحادية، يعني إنه ما يتقبل الدين وإنه بيرى إنه الدين رجعية. هذا المجتمعات الواقع غير، لكن في المجتمع لما تيجي تعيشي هو هذا. أوكي. فيعني حتى الدين هو شايفه إنه رجعي مو متقبله وانطلق. في مجتمعات زي ما قلنا حقوق الإنسان تقول إنه مثلا هو حيحترم دينك وخلفيتك، لكن في الواقع في الحياة في صعوبات وتحديات حتواجهك. مثال عندك الالتزام بالصلاة والصوم. في أماكن العمل أحيانا تجد صعوبة إنك تقومي على كل فرض علشان تصلي.
خاصة زي ما قلنا اختلافات الأجواء، أحيانا يكون النهار قصير وأحيانا يكون النهار طويل. ولما يكون النهار قصير يمكن إذا عملك في الصباح، فكل الفروض تكون في وقت يعني في وقت العمل وأنت في العمل. يا في وقت العمل، فهذا صعب عليكي. الصيام نفس الشيء، أحيانا ربما 21 ساعة فترة النهار تكون. الأكل الحلال والذبح الحلال، ومع الأسف في بعض الأماكن ما بتلاقيش فيها لحم حلال، ولحم الخنزير العياذ بالله بيكون هو المتوفر، منتشر. محرمة. نعم، حتى الأكل الحلال زي ما قلت لك، يعني نحن ما نقدر نقول إنه هذول أهل الكتاب واستسهال. يعني للأسف البعض يشوف إنه هم أهل الكتاب فجائز أن أقول لا. يحل لكم. أنت لما تيجي وتشوف المجتمع هم أهل الكتاب، هؤلاء خلاص يعني زي ما قلنا، يعني الأكثرية صاروا إلحاد، قليل الموجودين اللي محافظين على ديانتهم. فهذا كمان تحدي. بالإضافة تربية الأبناء، إنك تربي دي نقطة خطيرة جدا يا أستاذة حنان، تربية الأبناء في بلاد الغرب والتحديات الدينية، لأن يعني إحنا كبار ممكن يكون التأثير بالنسبة لنا مش قوي قوي وبنحاول نقاوم، ولكن الأولاد اللي بيتولدوا في الغرب وبينشأوا في هذه الأوساط والمجتمعات بيكون في تحدي كبير جدا على الأب والأم إن هم يحافظوا على هوية أولادهم الدينية. نعم، وربما عندي كمان مقالة كنت كتبتها بهذا الموضوع عن التحديات التربية في الغرب، واختلفت الأوقات، لأنه في كثير يقولوا لك نحن ربينا أبنائنا وما شاء الله، يعني في اللي اتولدوا وعاشوا هنا وتلاقيهم ما شاء الله شباب محافظين على دينهم وقيمهم وأخلاقهم رائعة جدا، وعكسهم ناجحين في مجتمعاتهم كمان. لكن السنوات الأخيرة كمان ظهرت قيم جديدة هي أساسا تحدي للمجتمع أو الأسرة الغربية. فما بالك أنت اللي جاية كمان من مجتمع ثاني وبقيم أخرى. بالضبط. فيحتاج دائما الوعي من المرأة أو الأهل حتى يعرفوا كل المجدات التي تحيط الطفل والأبناء. فهذا المجتمع يحتاج الوعي والتعليم المستمر. يمكن هذه خصوصا كمان احنا الاولاد في بيوصلوا لسن معين، ثقافة بلاد الغرب ان الاولاد ممكن يتركوا البيت سن 18 سنة، يسيب البيت سواء ولد او بنت ويروح يقعد في شقة لوحده، او انه لو مثلا والده عنفه في اي شيء، الام عاقبت البنت في اي شيء، فورا يتصلوا بالبوليس والبوليس يجي يا اما ياخد الاب والام يا اما ياخد الابن ويروح يعيش في مكان تاني. نعم، هذا في حالة زي ما قلت لك، هذا يحتاج إنه الوعي. إذا تكلمنا عن تربية الأبناء، إذن الأم والأب لازم يكون عندهم وعي كامل بقوانين وقيم الدول التي يعيشون فيها. كل دولة لها قيم. أنا ما حقدر أعيش وأقول أنا لا، أنا جاية بس بقيمي وحعيش بطريقتي، لا، مستحيل. هذا الطفل قاعد يذهب إلى المدرسة، إلى الروضة، في قيم أخرى، معلومات أخرى قاعد يأخذها هناك. فأنت ما تروح تقول لا أنا لسه أنا عايش بقيم القديمة فأنا حعيش على هذا الجو، لا طبعا. هذا خطأ. بالضبط. هذا الصراع اللي قاعد يصير، وزي ما قلت ربما إنه الطفل يشتكي أو إنه يبقى يخرج من الأهل طوال لما يكمل 18 سنة. ليش؟ لأنه يكون في صراع داخل الأسرة. فأنا ما أقدر أربي هذا الطفل بس بقيمي أنا عايشة في مجتمع آخر، لازم أفهم هذا المجتمع الصحيح بطريقة صحيحة حتى أربي الطفل بطريقة فيها توازن داخلي في داخل هذا الطفل، من ناحية الاعتزاز زي ما قلنا بدينه، بثقافته، بخلفيته، مع الاندماج والانخراط في هذا المجتمع. هو ابن هذا المجتمع الجديد الطفل ده. بالضبط. طيب قبل ختام حلقتنا اليوم مع حضرتك يا أستاذة حنان، احنا اتكلمنا عن التحديات الدينية بشكل مفصل. طيب كيف تتخطى أو تواجه المرأة المسلمة في الغرب هذه التحديات الدينية اللي حضرتك لسه ذكرتيها معنا؟ طيب، أول شيء يعني في نساء
هم أساسا ما كان عندهم كيف أقول لك التعليم الديني هم من الأساس ما عندهمش مرجعية دينية. وعندهم ضعف من هذه الناحية. يعني في مجتمعات اللي احنا عارفين، يعني في بيئاتنا في بعضهم يكتفوا الصلاة والصوم وهكذا. أوكي، لأن المجتمع مسلم، فحتى في تربية الأبناء والأشياء المجتمع بيساعدك. لكن لما تيجي في الغرب في أسئلة كثيرة، في تحديات كثيرة حتواجه أمور كثيرة. فأول شيء أنت تعلمي، استمر في تعليمك الديني. الموضوع صار أسهل دحين عن طريق اليوتيوب أو عن طريق في دورات بالضبط. كل شيء موجود على الإنترنت، يعني بدوسة زرار هتلاقي كل شيء. لو ادرسي واقري عشان إنه يكون عندك ثقافة دينية، هذا درع لك. لما تتعلمي أنت هذا درع لك، فكذا حتقدر إيش تواجهي، وتسهل لك إنك تعيش في هذا المجتمع، سواء أنت كفرد أو كأسرة ومع أبنائك تقدري إنك تواجهي هذا المجتمع. ثاني شيء إنك تبني شبكة دعم. مستحيل زي ما قلنا أول شيء لما الواحد يجي، أنت جاي من بيئة فيها ترابط أسري وأهل وكل شيء، وتيجي في مجتمع غربي، لا تعزلي نفسك، خليكي حاولي إنك ترتبطي بالمجتمعات اللي تشابهك دينيا عرقيا، بعيوبها بمحاسنها. في بعضهم يقولوا لك لا نحن نبعد عنهم أحسن لأنه مشاكلهم كثيرة. أوكي، هذا هو المجتمع، هذه الحياة. ما في حياة مثالية، في كل مجتمع فيه الشيء الحسن والشيء السيء. فأنت نفس الشيء، حاولي إنك تكوني مجتمعات، لا تنعزلي، لازم يكون عندك شبكة داعمة لك. التعليم والتوعية زي ما قلت هو تثقيف نفسك، نفس الشيء تعرف قوانين هذا البلد، حقوقك، المسموح اللي هو الغير المسموح، كيف تتعاملي، كيف تتداخلي مع المجتمع وتأخذي حتى المبادرة. يعني أنت لا تنتظر إنه دائما هم بس اللي يقولوا لك تعالي أخرجي وأعطي في هذا المجتمع، لا، تطوعي، أخرجي، ناشطي في الأنشطة الموجودة اللي في المجتمع. في بعد نفس الشيء إنك تتواصلي مع المؤسسات الإسلامية، في مراكز دعوية، في مراكز ثقافية، أنشطة، في بعض المخيمات أسرية هم بيعملوها للعوائل الإسلامية. فأنت التحقي بها، يعني لا تنعزلي، مستحيل إنك تنعزلي وحتى تعيشي بطريقة غربية فقط، لأنه أنت زي ما قلت مهما حاولنا، مهما يعني سعينا، نحن في شيء حيكون نقص، ما حنكون جزء من هذا المجتمع. حتى لو كنت مواطن أكيد بيكون في تأثير، ولكن إحنا بإيدينا نقدر نخلي التأثير ده له حجم محدد، نحجمه، ما نخلوش تأثير قوي على عقيدتنا ولا ديننا ولا على أخلاقياتنا، وطبعا بالتبعية ما يكونش له تأثير قوي على أولادنا. الحقيقة أستاذة حنان في لسه معانا العديد من التحديات اللي هنناقشها مع حضرتك، ولكن في حلقات أخرى بإذن الله تعالى. انتهت حلقة قوارير اليوم. أنا بشكرك جدا جدا الأستاذة حنان محمد صالح، الكاتبة والناشطة الحقوقية، على وجودك معانا، وبإذن الله هنكمل باقي التحديات اللي بتواجهها المرأة المسلمة في الغرب وإزاي تواجهها مع حضرتك بإذن الله تعالى في حلقات أخرى. والشكر موصول لكل مشاهدين ومتابعين برنامج قوارير. إلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.